عايز حد دايما يبقى معاك يقولك ازاي تتصرف في فلوسك، تصرف في ايه وتستثمر في ايه، وما يتكلمش في حاجه تاني وما ياخدش اجازات، واهم حاجه ما يغلطش، مفيش هزار في الفلوس. هتلاقي كل ده في الاي اي. في تطبيقات كتير ممكن تنزلها على تليفونك هتساعدك في كل قراراتك الماليه. ما هو الاي اي ليه استخدامات كتير. لو انت عايز حد يراقب انت بتصرف ازاي، في ابلكيشنز بتربط حساباتك البنكيه وبطاقاتك الائتمانيه بالتطبيق، وبيجمع كل معاملاتك في مكان واحد، وبيكون مسؤول عن متابعه دخلك قد ايه وصرفت قد ايه، وعلى الاساس ده بينبهك. لو صرفت زياده هيقولك على طريقه تدخر بيها. لو قررت بقى تستثمر في البورصه، في ابس ممكن تحلل ليك الاف الشركات والاسواق وترشح لك ايه الاسهم اللي تشتريها وايه الاسهم اللي تبيعها. طيب لو انت عايز تعمل ميزانيه شهريه، في ابلكيشنز بتديها بيانات عن دخلك، بتعدل الميزانيه بتاعتك بشكل دوري بناء على نفقاتك الحقيقيه، حتى التخطيط للتقاعد اللي كله بيسال عليه وحاسين ان امره معقد. في ابلكيشنز بتدخل لها مرتبك وهي بتحسب قد ايه تحوش شهريا علشان توفر للمعاش. مش بس كده، بتقترح ليك خطط ادخار مناسبه لميزانيتك كمان. طيب ازاي تختار ابلكيشن كويس؟ طبعا تنزل الابلكيشنز من مكان موثوق زي بلاي ستور، ابل ستور، وشوف الريفيوز عليها، وتاكد ان الاب بيحمي بياناتك الشخصيه، ويا ريت يكون سهل في الاستخدام. واختار كمان اكتر ابلكيشن يوفر لك مميزات باحسن سعر، وابدا دايما بالفري ترايل علشان تعرف الاول هو بيلبي احتياجاتك ولا لا قبل ما تدفع اي فلوس. وهسيب لك في الكومنتس اشهر الابس على مستوى العالم، وانت قولي في الكومنتس فكرت قبل كده تستخدم الابلكيشنز دي؟